في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن المواد العربية والمواد الشرعية، وناس كتيرة طلبت مننا إن احنا نتكلم عن المواد الثقافية. وفعلا المواد الثقافية من المواد المهمة جدا اللي احنا بنبذل فيها مجهود كبير، وللأسف بعض الناس بتبذل المجهود الكبير ده في الطريق الغلط. ففي الفيديو ده هنعرف ايه أفضل مصادر إن احنا نذاكر منها، وأفضل مصادر نحل فيها طول السنة، وأفضل مصادر إن احنا نحل فيها أيام المراجعة. ومن غير ما نطول عليكم، السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير وافضل حال. عندنا في الازهر بنعاني من كم المواد الكبير جدا، وبصراحه هي كتير، وعشان كده انت محتاج طريقه مذاكره صح ومنظمه. ففي الفيديو ده هنعرف عن كل ماده نذاكرها منين، نحل منين، ايه المصادر المراجعات النهائيه اللي نحل فيها. والكلام ده من واحد كان في مكانك يوم من الايام، والحمد لله بعد توفيق ربنا كنت من الخمسه الاوائل على المحافظه بتاعتي. فيلا حضر ورقة وقلم ويلا نبدأ بأول مادة. تعال نتكلم عن أول مادة بالنسبة للفيزياء. أول حاجة بالنسبة لمصدر المذاكرة، أي مصدر يعجبك هيكون كويس بشرط إنه ما يكونش مخل، وأنا بفضل لأن أنا كنت بكتب ورا المدرس بتاعي في كشكول بخليه منظم أذاكر منه. تاني حاجة نتكلم عن مصدر الحل بتاعنا. أول مصدر وأهم مصدر هو كتاب الامتحان، ولكن في عندنا مشكلة إن الكتب اللي بتطبع حاليا تبع النظام الجديد، تبع التربية والتعليم، مش النظام القديم اللي فيه أسئلة مقالة وكده. فاحنا عندنا حلين: لا إما أنت توصل لحد تبع النظام القديم، وده هيكون صعب طبعا، وتجيب الكتب بتاعته، أو إنك تخلي معاك الكتاب PDF وممكن تطبعه يكون معاك، وده الحل الأفضل. تاني مصدر معانا وهو كتاب الوسام، والوسام طبعا تخليه معاك تتعود على الأسئلة اللي موجودة فيه. ممكن تلاقي بعض الصعوبة، ودي هيكون عادي، ولكن الموجه بتاعنا بيجيب منه أسئلة كتير جدا. نيجي لتالت حاجة بالنسبة للحل في المراجعة النهائية. عندنا أول مصدر وأهم مصدر هو كتاب الامتحان، وبالنسبة برضو بتاعنا بالنسبة للكتاب الامتحان بتاع النظام القديم، سواء تجيبه PDF وتطبعه، أو إنك توصل برضو لنفس الحلين اللي كانوا قبل كده. تاني مصدر ومهم جدا وهو المرشد بتاعنا، مهم جدا انك تحل المرشد في الفيزياء. نيجي لمادة الأحياء، بالنسبة لمصدر المذاكرة بفضل انه يكون كتاب الامتحان، وبالنسبة لمصدر الحل يكون برضو كتاب الامتحان، ولكن بيكون كتاب الامتحان بتاع النظام القديم وكتاب الامتحان بتاع النظام الجديد. بنخلي المصدر الأساسي بتاعنا هو النظام القديم، ولكن بنعود نفسنا على الأسئلة اللي موجودة في النظام الجديد. ولو عايز تعرف بقولك الاتنين ليه، ممكن تبص على امتحان 2021. محدش عارف يقفل الامتحان على مستوى الجمهورية، حتى أوائل الجمهورية، بالرغم إن إحنا حلينا في النظام الجديد والنظام القديم. فبالنسبة للأحياء ما تستسهلهاش أبدا، بالرغم إن هي مادة سهلة. بالنسبة لتالت حاجة مصدر الحل في المراجعة النهائية، برضه يكون بوكلة الامتحان ولكن بتاع النظام القديم. ولو معاك وقت يا سيدي ممكن تحل في أي مصدر تاني. نيجي لمادة الكيمياء، بالنسبة لمصدر المذاكرة بفضل برضه إنه يكون كتاب الامتحان، وبالنسبة لمصدر الحل برضو أهم مصدر على الإطلاق هو كتاب الامتحان بتاع النظام القديم، وكافي بإذن الله. أما بالنسبة للمصدر اللي نحل فيه أثناء المراجعة النهائية، أهم مصدر هو البوكلت بتاع الامتحان النظام القديم، ولو معاك وقت ممكن تحل في كتاب الوافد برضو بتاع النظام القديم. نيجي لمادة الرياضة، بالنسبة لمصدر المذاكرة لازم تنظم كشكول تكتب ورا المدرس بتاعك فيه، إنك تعرف تذاكر منه بعدين، لأن لو جيت تذاكر من مصدر خارجي هتلاقي الموضوع صعب ومشتت جدا. نيجي لمصدر الحل، أهم مصدر طبعا هو كتاب الامتحان بتاع النظام القديم، وتركز جدا على الأسئلة اللي جنبها علامة الكتاب المدرسي، ما ينفعش تسيب سؤال جنبه العلامة دي. بالنسبة للمصدر الحل بتاع المراجعة النهائية، طبعا أهم مصدر هو بوكلة الامتحان بتاع النظام القديم، وما ينفعش تسيب سؤال جنبه علامة الكتاب المدرسي، لأن بالنسبة للرياضة بالذات الامتحان ما بيطلعش عن أسئلة الكتاب المدرسي. نيجي لمادة الإنجليزي، بالنسبة لمصدر المذاكرة أنا شايف إن المعاصر كويس جدا، ولكن أي مصدر المدرس بتاعك هيكون شغال بيه غالبا كلهم واحد. وبالنسبة لمصدر الحل برضو المعاصر كويس، وبرضو أي مصدر المدرس بتاعك هيكون شغال بيه كويس. ولكن عندي هنا ملحوظة: أنت بتاخد درس عند مدرس في مجموعة تربية وتعليم، فغالبا المدرس هيكون ماشي بالنظام الجديد وبيشرح كل الأسئلة اللي بتحلها كلها غالبا كلها اختياري. فأقول لك الموضوع كويس لحد ما تخلص المنهج بتاعك، وهيكون معاك حوالي 3 شهور أو شهرين. هنا لازم تشوف مدرس أزهر أو تشوف مدرس خصوصي يدربك على الأسئلة المقالية، سواء قطعة، محادثة، إزاي تكتب باراجراف ما يكونش فيه غلطة، لأن الكلام ده كله هيأثر معاك في الدرجات، وده أهم أصلا حاجة عندك في الدرجات. الاختياري ما بيكونش عليه درجات قد كده. الملحوظة دي حبيت أنبهك عليها لأنها مهمة جدا، هتفرق معاك 180 درجة.
بالنسبة لمصدر الحل بتاع المراجعة بتاعك، المعاصر كويس، ولكن مهم جدا تبص على الامتحانات بتاعت السنين السابقة والكتب بتاعت النظام القديم. وكده يعتبر غطينا معظم المواد اللي عايزين نتكلم عنها. وأخيرا عندنا ملحوظتين مهمين جدا. أول ملحوظة عايز أقولك ما تشغلش دماغك بالنظام الجديد قوي كطالب أزهري، إلا إذا في مادة الأحياء بس تحل معاهم في النظام الجديد. وبقول لك برضه لو كنت في الإنجليزي بتاخد في مجموعة تربية وتعليم عادي، حل معاهم في الاختيار عادي، مش هيأثر عليك في حاجة. أما بالنسبة لبقية المواد خليك في النظام القديم اللي هو نظام النظري. تاني ملحوظة بالنسبة للحل، الناس اللي بتواجه صعوبة في الحل سواء فيزياء رياضة الكلام ده كله، عايز أقولك إنك لما تذاكر الدرس كويس جدا وتحفظ القوانين بتاعتك، تبدأ تحل عليها في نفس بعد ما تخلص مذاكرة، تبدأ تحل عليها على طول. وتبدأ بالأسئلة البسيطة جدا اللي هي عبارة عن 1+1=2. تطبق القانون بتاعك البسيط جدا وتبدأ تعلى في الأسئلة واحدة واحدة، وإن شاء الله هتلاقي الموضوع معاك سهل. وكده يعتبر خلصنا. لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة واعمل إعجاب وشير الفيديو لأي حد في ثانوية أزهرية. وبس كده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.